حاجات كتير الإنسان مش بيصدقها إلا لما تحصل قدام عينه أو تحصل معاه هو شخصيا. أنا كنت من الناس دي اللي لو كان حد قالي إن ده ممكن يحصل معايا في يوم من الأيام كان ممكن ما صدقوش أبدا. تعالوا أحكي لكم حكايتي. أنا جارتي بتنيمني عن طريق أكل بتقدمهولي، واكتشفت ده بالصدفة لما ماكلتش الكيكة اللي هي جابتها لي. أنا جميلة، عندي 33 سنة، موظفة وشغلي يوميا من الساعة 8 للساعة 2 الظهر. طبعا متجوزة الحمد لله، وعندي بنتين فيروز وفريدة. جوزي 25 يوم برا البيت و5 أيام معانا، لأنه بيشتغل مهندس بترول في شركة في القاهرة. المهم، بقالي فترة كده بحس بحاجات مريبة وغريبة بتحصل لي أنا والبنات وفي نفس الوقت مع بعض، زي مثلا إن احنا التلاتة يجيلنا صداع جامد ويخلينا ننام نوم عميق، ما بنحسش بأي حاجة تاني غير تاني يوم الصبح. بصحى بلاقي البنات صاحية جنبي وزي ما يكونوا خايفين. قلت ده أكيد تعبانين شوية أو في حاجة في الجو، أو ممكن يكون الناس كلها كده عادي، خصوصا إني بقوم كويسة ونشيطة في اليوم التاني. فضل الموضوع ده يتكرر كل أسبوع مرة وساعات مرتين. أنا قلقت جدا وخفت، بس حاولت ما توترش وما وضحش لجوزي، لأنه مش ناقص خوف علينا. هو كده كده أصلا مش طايق شغله وعايز يشوف شغله قريب مننا علشان يبقى معانا كل يوم. في اليوم ده هو كان موجود معانا، كان آخر يوم ليه في أجازته وكان هيروح على شغله. جارتي بنوتة عندها 22 سنة، لسه متجوزة ما بقالهاش 8 شهور، على وش ولادة. بحكي لها اللي بيحصل لقيتها بتأمن على كلامي وبتقولي: تصدقي والله يا جميلة نفس اللي حصل لك انتي والبنات أول امبارح حصل لي بالظبط. كنت تعبانة جدا وهموت من الصداع ومرتحتش غير لما دخلت نمت في السرير. يا ستي ممكن يكون ميكروب في الجو واتلطشنا بيه كلنا. على العموم تعالي، انا عايزاكي في المطبخ، عايزة اديكي حاجة. خدتني معاها على المطبخ علشان كانت عازماني على صينية كيك بتبقى تحفة جدا. كل فترة هي بتعملها لي وتديها لي ناكلها انا والبنات. بصراحة طعمها بيبقى يجنن. انا ساعتها سألتها عن جوزها جاي النهاردة ولا لا، بس هي قالت لي ان هو مش جاي، قالت لي ان هو هيبات في الشغل وهيجي بكرة. بس طلبت مني ان افضل سهرانة معاها لان بطنها بتوجعها بسبب الحمل، ومامتها مش عارفة تجيلها النهاردة. انا اخدت منها الكيك وشكرتها وقلت لها مش مشكلة يا حبيبتي، اهو البنات كده كده بكرة اجازة من مدارسهم، هجيبهم ونقضي سهرة حلوة مع بعض. انا عملت كده على اساس احاول انسيها التعب اللي هي فيه، ونقعد معاها انا والبنات ونقضي وقت لطيف سوا بما اننا ظروفنا واحدة، هي جوزها مسافر وانا برضو. بس واحنا قاعدين مع بعض فجأة وبدون سابق انذار لقيتها بتصرخ صريخ رهيب وقوي جدا، وقالت لي: الحقيني الحقيني يا جميلة بسرعة، هاتيلي البرشام اللي جوه في الدولاب، في برشام جوه في الدولاب الدكتور كاتبهولي لو حسيت بالتعب ده، بسرعة بالله عليكي بطني بتتقطع. انا ساعتها جريت على الدولاب وانا خايفة على البنت جدا. فتحت الدولاب وفعلا لقيت البرشام اللي هي عايزاه، بس اللي فاجئني وخوفني ان خدت بالي ان في برشام تاني محطوط تحت فوط في ضرفة الدولاب. الشك والخوف والرعب بدأ ينط جوه قلبي، مصيبة وحطت على دماغي. ساعتها عملت اللي كان لازم اعمله، وهو اني استنى لغاية ما اعرف البرشام ده لمين وعشان ايه. البرشام ده انا عارفاه وقريت عنه قبل كده، منوم وتركيزه عالي جدا، ومش اي حد بياخده غير المرضى اللي بيجيهم حالات صرع عشان يدخلوا في النوم على طول. مش عارفة، هو تقريبا بيخلي الانسان ينام في خلال 5 دقايق مش اكتر. بس انا ساعتها كان لازم اعمل اني ما شفتش حاجة، وخدت البرشام بتاع البنت عشان اديهولها. انا خدت البرشام واديتهولها، وبعد ربع ساعة كانت بقت كويسة جدا.